ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم نمر بفيديو جديد. طبعا قبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة الخير، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مثل العادة قبل ما نبدأ بهذا الفيديو لا تنسى تحط لايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس مشان يوصلك كل فيديو جديد ومشان تضل تتابعنا وتضل يعجبوك فيديوهاتنا. وشكرا لكم كثير على الدعم الرهيب. قربنا نوصل ل 6000 مشترك بفضلكم ثم بفضل الله عز وجل، او بفضل الله ثم بفضلكم، لانه انتم الاساس. تمام، وهذا كله بفضل رب العالمين. تمام، وشكرا لكم جميعا، شكر خاص للكل جميع مين ما كنت تكون، صغير كبير مقنع بالسرير، ايش ما كنت تكون، شكرا لك. انت محتواك مو محتواك، انت دعمك الي شيء مرعب. تمام، فبداية يا اصدقائي الاعزاء، يا حبايبي الاعزاء، في شيء عم بيصير بسوريا، وهذا الشيء يعني كلنا بنعرفه، واللي صار اللي هي الطائفية. تمام، مثل المشكلة اللي صايرة، مثل شيعي سني يهودي درزي علوي. تمام، هي المشكلة. فمثل ما شفنا الطائفة العلوية اخر فترة شو اللي صار فيها، وشفنا الجرائم اللي صارت، وشفنا الاغلاط اللي ارتكبوها جماعة الجيش. تمام، ويعني للصراحة ما بننكر انه صار في عدة اخطاء، منهم قتل الكبار بالعمر، ومنهم قتل الصغار بالعمر، ومنهم قتل النساء. هذا غلط معروف وبحت، ما ممكن تقول غير لا. يعني ما ممكن تقول لا والله قتله لانه معه سلاح مخبي ورا ظهره، لا، هذا كلام فاضي. انك تقتل طفل او تقتل امرأة هذا كلام فاضي ومعروف. تمام، فمين يلي عم بيحاول يعمل هاي الحروب اللي كلياتنا بنعرفها، واللي هي الحرب الطائفية؟ مين اللي عم بيحاول يلعب فيها؟ هي معروفة، والله معروفة، وجارتنا، واخذ ارضنا من عنا، اخذ ارض من عنا، اخذ نقطة صغيرة هيك قد بسوريا. تمام، فكلياتنا بنعرف هاي المشكلة، وبنعرف هذا الشخص، وهو عدو المشترك للعرب كلهم. تمام، واتوقع انكم عرفتوا. نعم، هي بذات نفسها عم بتحاول تعمل هي الاغلاط وهي الخلافات بسوريا، لان اكلت كف من ابو محمد الجولاني، او بمعنى صح من سيد الرئيس احمد الشرع، ومن مظلوم عبدي. اكلوا كف، وحياة مين بدك، بحياتي كلياته ما شفت هيك كف. تخيل دولة عم تبني، عم تحط عم تضخ ملايين الدولارات لحتى تبخر هذا الشيء، وتخلي سوريا مجزرة وخراب ودمار. فجأة معلم بتلاقي لك سوريا صارت كلها خضراء، يلا يعطيكم العافية شباب، كنا صفرة وحمراء واخضر، لا خلاص صرنا خضراء بالكامل، يلا يعطيكم العافية، ما ضل غير نقطة صغيرة زرقاء، وهي بإذن الله راح نرجعها. يعني ما راح تضل هيك، ما راح تضل مزهرية متروكة، لا راح نرجعها، راح ناخذها، يعني حتى هي لا تنسوها. تمام، وفكركم اللي عم بيصير هلا بسوريا مين ورا؟ مين اللي موعد بقيادة سوريا الحالية؟ معروفة مين، ما في داعي مين نحكي. هي نفس الشخص اللي عم نحكي عنه، مو عاجبه قيادة سوريا بأحمد الشرع، هي واحد. اثنين، مو عاجبه من قيادة أحمد الشرع أمريكا، ثلاثة إسرائيل، اثنين مع إسرائيل. يا أخي هيك راح أذكر اسمها. إسرائيل مو عاجبه الحكم، أمريكا مو عاجبه حكم أحمد الشرع، مين كمان مو عاجبه حكم أحمد الشرع؟ في كتير حيوانات مو عاجبه الحكم أحمد الشرع. العراق، مين كمان؟ شيعة لبنان، إيران، مين بدك؟ يعني ما حدا عاجبه حكم سوريا الحالي. يعني في كتير دول حيوانات مو عاجبه حكم سوريا الحالي. تمام، ليش؟ لأنه كان، ركز معي، كان يا مكان في قديم الزمان انه احمد كان من داعش، كان من داعش، انت ملاحظ؟ كان من داعش. خلص الزلمه تاب، يعني اذا الله من 7 سنة بيغفر التوبه، انتم ما بتغفر التوبه؟ ها انتم مين اصلا؟ تمام، لنفترض فرضيه صغيره، احمد الشرع تاب، صار رئيس سوريا، شو اللي بتحسنوا تعملوه هلا الان؟ لو احمد الشرع راح على العراق، شو بتعملوا انتم يا العراقيين، لبنانيين، الايرانيين مثلا؟ شو بيحسنوا يعملوا غير ما بيطلع معه؟ والله ما راح يطلع لكم مع احمد الشرع.
لا حدا يفكر انه ممكن يحاول يعمل اي شيء للسيد الرئيس احمد الشرع. تمام؟ مين ما كنت تكون، مين ما كنت تكون، تفكر حالك ايش ما كنت تكون، ما راح تحسن تسوي شيء لاحمد الشرع طالما الشعب اللي رايد احمد. طالما الشعب رايد احمد ما حدا بيحسن يتغلب على الشعب. الشعب هو الاساس، الشعب هو الاساس. فتخيل بشار الاسد ضل 14 سنه يقمع بالشعب، بالاخير مين ربح؟ الشعب. يا حبيبي الشعب اللي بقوله الشعب اللي بينهي، والشعب اللي بيبدأ، والشعب اللي بينهي. انتهينا. بداية عند الشعب، النهاية عند الشعب نفسه. ما بتحسن تغير هيك. فأنا حبيت أفرجيكم كم شغلة، أو أسمعكم كم شغلة حلوين مرتبين. مين اللي عم بياكل الكفوف بكل هذا الشيء اللي عم بيصير؟ مصالحة أحمد الشرع مع مظلوم عبدي، هي واحد، هذا أول كف. ثاني كف، صار عندنا مجلس الأمن القومي العربي السوري، نحن صار عندنا مجلس أمن قومي. تمام؟ فهيو اثنين. خلونا نشوف الخبر وبنرجع لكم. أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الرئاسة السورية التي أعلنت عن تشكيل مجلس الأمن القومي. أكرر، الرئاسة السورية هناك قرار بتشكيل مجلس الأمن القومي. بعد ما شفنا الخبر، هي اثنين. ثلاثة، تقريبا يعني ما ضل عنا أي مشاكل مع أي حدا في العالم، والحمد لله. يعني الأسعار عم ترخص، أسعار السيارات كمان عم ترخص، الليرة السورية عم تعلى، الدولار عم ينزل، كله عم يصير تمام. يعني كل شيء عم يرجع لظبط. وفي شيء تاني كتير حلو اللي هو السيف الدمشقي، صاير فيها كتير حواليه شغلات حلوة. تمام؟ حبيت أفرجيكم إياها وشوفوها. فنحن أهل الشام، نحن أهل الشام، أهل هذه الأرض ومادتها. نحن أمة خلقنا أحرارا، فلسنا نجيد البكاء على الأطلال، ولسنا نجيد اللطم والعويل. وإذا قلنا فعلنا، وإذا منا أدينا، وإذا وعدنا وفينا بعون الله. بعد ما شفناها يعني الصراحة والله أنا ما بعرف شو بدي أقول. أنا فرحان كثير بعمار سوريا الحالي. تمام؟ وأكثر شيء ممكن يخليني أفرح، تمام، بالشيء اللي عم نشوفه، اللي هو الشيء الواضح قدام عيوننا. مو بس إنه لازم نبني الشغلات الواضحة أمام الناس، لا، لازم نبني الشغلات الداخلية والخارجية والجوانية والضميرية والنفسية والعلاجية. يعني لازم نبني كل شيء من الصفر. مو كل شيء لازم ينبنى والله على حسب منظور الشعب. وين أكثر شيء منظور الشعب على السيف الدمشقي، يلا نبني السيف الدمشقي. منظور الشعب بحلب، يلا نبني حلب. لا، مو هيك. فلازم نبني سوريا من الأول والجديد، ونرجع نعيدها مثل ما كانت قبل وأحسن كمان. فلا تنسوا سوريا رح تبقى دائما قوية وعربية، وبعمرها ما رح يصير فيها حروب طائفية. فرسالة لإسرائيل، لا تحاولي تعملي فتن يا فتنجية، ما رح يطلع معك شيء. والكفين هدول اللي أكلتيهم من أحمد الشرع أتوقع حلوين كتير لك. تمام؟ وخصوصا باعتراف أكثر من دولة بعالمنا الحالي، وشركة آيفون كمان يعني اعترفوا بعالمنا، وضل شركة سامسونج وشاومي وأكثر من 2000 شركة تليفونات لسه ما اعترفوا فيها، بس رح يعترفوا مصيرا رح يعترفوا. تمام؟ فشركة آيفون عملت للصراحة أنا بمنظوري أحقر حركة تسويقية لشركتها. تمام؟ وخصوصا مع السوريين. فهي الحركة حلوة كتير. وبس هذا اللي عندي. ما حبيت أطلع أطول كتير بالفيديو، بس مشان أحسن ألحق أصور هذا الفيديو وأفرجيكم مين أكتر واحد أكل كفوف بكل معركة سوريا، بكل الحرب تبع سوريا. مين أكل الكف الكبير اللي هي معروفة؟ إسرائيل. أكلت كفين مرتبين مخوزقين مبندقين مسلحين مفلحين، أكلتهم هيك على طول كف يلحق كف يجيب، هيك على طول أكلتهم. ليش أكلتهم؟ لأن إسرائيل ما بهمها إنه سوريا ترجع مثل ما كانت. لا، إسرائيل لو يصح لها تجيب بشار الأسد ترجع تحطه بالحكم ما عندها مشكلة، والله العظيم ما عندها مشكلة. لأنه إسرائيل ما بهمها
بهمها خراب الشرق الأوسط كامل. إسرائيل لو يصح لها تفجر الشرق الأوسط بنووي ما بتأثر، والله ما عم بمزح. إسرائيل خدعة مجرد هيك لا أكتر. إسرائيل حطوها وسخة بين العرب لحتى يلهونا فيها، ونحن عم نلتهي ببعضنا، ما عم نلتهي بإسرائيل، لا بالعكس. إسرائيل مين؟ إسرائيل نسيانينا أصلا، تمام؟ بس نحن عم نلعب بنتسلى ببعض. فرجاء نركز شي بسيط على هالحيوانات، تمام، اللي هي إسرائيل وغيرها. فرجاء يعني انه هذا الموضوع لازم يكون في تركيز كبير، ولازم ما حدا ينسى المقاطعة، وما حدا ينسى انه الدخان مضر. ولا تنسوا انه بهذا الفيديو لازم تحط لايك واشتراك بالقناة. وبس والله هذا هو الفيديو اليوم. بعرف انه الفيديو اليوم تسليك وفايت بين بعضه، بس انه هذا اللي صار، ما عندي اكثر من هيك شيء اضيفه لاني عم بأدى العصر، لازم اروح اصلي العصر. بس والله مع السلامة، يعطيكم الف عافية. لا تنسى تحط لايك واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس مشان يوصلك كل فيديو جديد. بس والله مع السلامة. رمضان يقربنا على الحياة.